أشعة الشمس إيه أضرارها على البشرة؟ أشعة الشمس في نوعين، الأشعة البنفسجية أو الفوق البنفسجية اللي هو الألترا فايلوت، وأشعة الأي آر اللي هي الأشعة الحمراء أو تحت الحمراء. الأشعة فوق البنفسجية الألترا فايلوت في منها نوعين، اليو في اي واليو في بي، ودول أخطر أنواع الأشعة. النوعين دول بيعملوا احمرار والتهابات في البشرة واسمرار في البشرة، وبيسرعوا من موضوع تجاعيد البشرة والخطوط الرفيعة اللي تحت العين والخطوط اللي بتبقى في الجبهة والخطوط اللي حوالين الفم. وكمان بيعملوا تصبغات وبيعملوا نمش وبيعملوا بقع، التعرض المباشر ليها فترات طويلة بيعمل كل الحاجات دي. وعشان احمي نفسي من الحاجات دي لازم استخدم كريم يمنع وصول الأشعة دي لطبقات الجلد الداخلية، سواء بقى كريم يعكس الأشعة أو كريم يمنع امتصاص الأشعة جوه الجلد. دي كريمات الحماية من الشمس. طيب، كريمات الحماية من الشمس قلنا فوائدها إنها بتحمي الجلد من أشعة الشمس والتصبغات والنمش والبقع والتجاعيد المبكرة. إزاي أختار كريم الحماية من الشمس؟ أو إيه الكلام اللي بيبقى مكتوب على العلبة لما تيجي تشتري علبة أو كريم الحماية من الشمس؟ بيبقى في حاجة مكتوبة اسمها الاس بي اف. الاس بي اف ده اللي هو الصن بروتكشن فاكتور، لو معامل الحماية من الشمس. ده بيبقى 30 أو 50 أو 100. الافضل في فتره الصيف بصراحه ان انا استخدم 50 او حتى 100. او ال50 وال100 مفيش فروق بينهم كتير. ال50 بيحمي بنسبه مثلا 96 او 95، وال100 بيحمي بنسبه 98. مفيش حاجه بتحمي 100%. ال30 بيحمي شويه اقل بنسبه 94، ده انا ببقى محتاجه في فصل الشتاء اكتر من فصل الصيف. دي اول حاجه. لازم كمان اتاكد ان الواقي الشمس اللي انا هشتريه يكون مكتوب عليه برود سبيكترم، اللي هو واسع المجال، اللي هو بيحمي من الاشعه اليو في اي وبيحمي من اشعه اليو في بي، بيحمي من الاثنين. طيب، في حاجه كمان، لو انت بشرتك فيها مسامات واسعه او فيها مزيته او فيها مثلا مختلطه، لازم اشوف في نوع من انواع الكريمات بيبقى مكتوب عليه كريم، وفي حاجات مكتوب عليها لوشن، وفي حاجات مكتوب عليها جيل كريم. الجيل كريم هو افضل حاجة للبشرة الدهنية او المختلطة. اللوشن ينفع لكل انواع البشرة، مش بس للبشرة الدهنية ولا المختلطة، ينفع للكل. واللي مكتوب عليه كريم ينفع للبشرة الجافة او البشرة العادية. يبقى الكريم للبشرة الجافة او العادية، اللوشن لكل انواع البشرة، الجل او الجل كريم ينفع للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة. في كلمة تانية بتبقى مكتوبة اسمها نون كومودوجينيك. نون كومودوجينيك ديت لو انت لقيتيها مكتوبة على كريم الحماية من الشمس، معناه ان هو ما بيسدش المسامات، ما فيهوش مواد بتسد المسامات. وده بيبقى كويس جدا للناس اللي بشرتها معرضة اكتر للحبوب، لان الناس لو اتسدت المسامات في البشرة الدهنية او المختلطة الحبوب بتزيد والالتهابات في البشرة بتزيد. فتدوري على نوع مكتوب عليه نون كومودوجينيك. طيب، في كمان انواع مكتوب عليها ووتر ريزيستنت، اللي هو مقاوم للماء. مقاوم للماء ده للناس اللي بشرتها بتعرق كتير او الناس اللي بتروح مسبح، ده بيبقى افضل ليهم يستخدموا ووتر ريزيستنت. طب الووتر ريزيستنت ده، هل لو انا نزلت المسبح وطلعت لازم احط الكريم تاني؟ المفروض لازم احط الكريم تاني، لان هو بيحمي بس 40 دقيقة، سواء من العرق او من نزولك المسبح. 40 دقيقة بس بيحمي، والمفروض احط تاني لو انا بعرق اكتر من 40 دقيقة مثلا في مية على طول في وشي، او نزلت المسبح اكتر من 40 دقيقة. في حاجات تانية مكتوب عليها فيري ووتر ريزيستنت، اللي هو مقاوم جدا للماء، ده بيحمي 80 دقيقة. لو نزلت المسبح 80 دقيقة كاملة مش لازم تطبقي الكريم خلاص. او لو انت مثلا في عرق جامد طول اليوم، عادي مش لازم تطبقي الكريم. كريمات الحماية من الشمس شيء أساسي إنها تطبق كل ساعتين. مفيش بقى الكلام الفاضي بتاع الكريم ده بيقعد 6 ساعات وبيقعد 8 ساعات، لا، كل ساعتين بيتطبق. لو انت خرجت الصبح وراجع بعد الظهر لازم تحط كريم الحماية وانت خارجة من شغلك. وكريم الحماية هو بيتحط آخر حاجة على البشرة. احط كريم الحماية آخر حاجة على البشرة، بعد بقى المرطبات والفاونديشن والحاجات دي كلها والسيرامات اللي عندك الصبح، احط كريم الحماية وخلاص كده. ولازم احطه قبل ما اطلع بره او قبل ما اتعرض للشمس من 15 ل 20 دقيقة. مش احط كريم وانزل على طول، لازم من 15 ل 20 دقيقة. حاجة مهمة جدا كمان، كريمات الحماية من الشمس الناس ممكن تستخدمها من الصيف اللي فات، يبقى عندك كريم وتستخدميه الصيف ده. هو مش كريم الحماية من الشمس ده التاريخ الصلاحية اللي مكتوب عليه مش هو تاريخ الصلاحية الأساسي.
تاريخ الصلاحيه ده من تاريخ فتح العلبه، بيبقى مكتوب كده، بيبقى فيه زي علامه كده، مع زي علامه فتح العلبه. في حاجات بتقعد 6 شهور بعد الفتح، وفي حاجات بتقعد 9 شهور، وفي حاجات بتقعد سنه. ما ينفعش استخدم بتاع السنه اللي فاتت واقول ده بشرتي بتتاكسد ومش جايب نتيجه، ما هو طبيعي مش هيجيب نتيجه لان خلاص صلاحيته انتهت. ما تقريش الصلاحيه اللي على العلبه، شوف انت فتحت العلبه من امتى. في حاجه تانية، في ناس بتقول بعد ما بحط الكريم الحمايه من الشمس برضو ما بيجيبش نتيجه، وبرضو بشرتي بتتأكسد، وبرضو بشرتي بتسمر. يا جماعة حطوا كميات مناسبة. في ناس بتحط كمية قد كده وبتدهن بيها الوش كله، لا، لازم اخد خط على صباعي كده كامل ادهن بيه، وخط تاني برضو اكمل بيه وادهن كويس جدا، اعمل مساج كويس جدا واحطه على البشرة. ما احطش كمية بسيطة واقول مش جايب نتيجة، ما هو مش هيجيب نتيجة. لازم احط كمية مناسبة من كريم الحماية من الشمس عشان يجيب نتيجة. في نوعين من واقي الشمس، حاجه اسمها الصن سكرين وحاجه اسمها الصن بلوك. الصن سكرين ده هو الواقي الشمس الكيميائي العادي، اي حد يستخدمه، بس المرضعات والحوامل بيستخدموا حاجه اسمها الصن بلوك. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الصن سكرين ده بيدخل جوه الجلد وبيمنع وصول الاشعه لجوه الجلد لجوه البشره، يعني زي مثلا بيعمل فلتر كده للاشعه، او بيكسر الاشعه ديت، بيمنع وصولها للطبقات الداخليه للجلد. اما الصن بلوك وما بيعملش طبقه خارجيه. اما الصن بلوك ده اللي هو واقي الشمس الفيزيائي، ده مناسب جدا، او المينرال اللي هو اللي اسمه المعدني او الفيزيائي مينرال صن بلوك، ده مناسب جدا لاصحاب البشره الحساسه، للمرضعات، للحوامل، لان هو ما بيدخلش جوه الجلد. ده بيعمل زي واقي على الجلد من بره، وبيعمل طبقه بيضاء على الجلد بتعكس الاشعه بتاعه الشمس. يبقى الواقي الشمس الفيزيائي او المينرال المعدني مناسب للحوامل، للمرضعات، لاصحاب البشره الحساسه، للاطفال، ينفع استخدمه كمان. واقيات الشمس بقى اللي هي عليها تقييمات كويسه في السوق، لو انت عايزه تشتري واقي شمس كويس وسعره اقتصادي او سعره مش غالي قوي زي الواقيات اللي بنسمع عنها اليومين دول، في كريم اسمه وايتن كريم. الصوره بتاعته هتظهر دلوقتي. ده مناسب لكل انواع البشره، لو انت بشرتك دهنيه، حساسه، جافه، مختلطه، عاديه، مناسب لكل انواع البشره، ما بيعملش تحسس، ما بيعملش تهيج في البشره. وفي كمان شويه كريمات في شويه مواد مرطبه تستخدم برضو في ترطيب البشره. ده سعره 200 جنيه، مناسب لكل انواع البشره، وسعره كويس، سعره اقتصادي. في كمان كريم اسمه اليوفي برو كريم، في منه نوعين، في اللايت كريم اللي هو الكريم الخفيف، وفي حاجه اسمها الدراي تاتش كريم. الدراي تاتش كريم ده للبشره الدهنيه والمختلطه عشان ما فيهوش زيوت، بيبقى مكتوب عليه اويل فري. في كمان دي ملحوظه مهمه، كلمه اويل فري لما الاقيها مكتوبه على الكريم بتاع الحمايه من الشمس، ده معناه انه بيستخدم للبشره الدهنيه او المختلطه، ما ينفعش البشره الجافه عشان هيزود الجفاف اللي فيها. طيب اليوفي، بنرجع بقى لليوفي برو. اليوفي برو زي ما قلنا اللايت كريم ينفع لكل انواع البشره، معلش، ينفع للبشره العاديه او الجافه. اللايت كريم ينفع للبشره العاديه او الجافه. اليوفي برو اللي مكتوب عليه دراي تاتش كريم عشان خالي من زي ما قلنا الزيوت، ده ينفع للبشره الدهنيه او المختلطه. ده سعره 236 اللي هو الدراي تاتش، واللايت كريم سعره 205. وعلى فكره اليوفي برو ينفع للرضع، وينفع للكبار، وينفع للاطفال، ينفع للكل. النوع الثالث معانا اللي هو الكولاجرا. الكولاجرا فيه منه نوعين، اللوشن وده قلنا بينفع لكل انواع البشره، وفي منه الجيل كريم. اللوشن سعره 297، والجيل كريم ده حصريا للبشره الدهنيه والبشره المختلطه، وده سعره 230 جنيه. في كمان نوع الانفينيتي. الانفينيتي اللوشن برضو ينفع لكل انواع البشره، ده لوشن زي ما قلنا، اللوشن ينفع لكل انواع البشره، سواء جافه، دهنيه، مختلطه، حساسه، جافه او عاديه، ينفع. ده سعره 220. الانفينيتي الجل ينفع بس للبشره الدهنيه او المختلطه، وده سعره 230 جنيه. اخر حاجه رقم 5 معانا هو الريفون كريم. الريفون كريم ده، فاكرين في بدايه الفيديو قلت لكم في كريم فيزيائي او كريم اسمه مينرال معدني، ده زي ما قلنا ينفع للحوامل والمرضعات والاطفال، وينفع كمان لاصحاب البشره الحساسه. ده بقى صن بلوك مش صن سكرين، يعني ده بيعمل زي طبقه بيضاء على الوش من بره، بيمنع دخول الاشعه جوه الجلد، وده سعره 225 جنيه. وده كريم على فكره، يعني ينفع لاصحاب البشره العاديه
الحساسه الجافه. الدهنيه والمختلطه لا، عشان هيزود موضوع الدهون وهيزود موضوع افرازات الدهون في البشره. طبعا الانواع اللي انا قلتها دي ما تقتصريش عليها، يعني في ممكن بشرتك تيجي على نوع تاني ما كنش انا قايله. في انواع تانية موجوده في السوق كتيره جدا مناسبه للبشرات الدهنيه والمختلطه والحساسه والجافه والعاديه. انت وحسب مقدرتك. انا جبت لك حاجات كلها اقل من 300 جنيه، لان انا عارف اسعار كريمات الحمايه من الشمس اسعار مبالغ فيها. كلها الاسعار اللي انا جبتها ما بين ال 200 لحد ال 300. اختار النوع اللي يناسبك، النوع اللي يناسب بشرتك على حسب ما انا قلت، سواء لوشن او سواء جل او سواء كريم زي ما انا قلت. شوفي بشرتك، اقري اللي على العلبه كويس جدا، انا شرحت لك كل اللي على العلبه، واختاري الكريم المناسب ليكي. حطي كميه مناسبه، حط كميه مناسبه، علشان في ناس بتقول بشرتك بتسمر وبتتاكسد بعد ما بحط كريم الحمايه من الشمس. لازم تسمر وتتاكسد لو انت بتستخدمي كميه بسيطه. حطيه بمده كافيه قبل ما تتعرضي للشمس، 15 ل 20 دقيقه. كرريه كل ساعتين لو انت بتتعرضي للشمس فترات طويله بره. لو انت بتروحي مسبح لازم برضو تكرريه بعد ما بتطلعي من المسبح. لو انت بتنشفي، لو في عرق كتير وبتمسحي بتيشوز وبناديل كتيره، لازم تكرري كريم الحمايه من الشمس. يا جماعه المعلومات دي مهمه، مهمه جدا. في ناس بتقول ان انا بشرتي بتسمر وبستخدم الكريم والكريم ملوش لازمه. لا، الكريم ليه لازمه، بس انت بتستخدميه غلط. انت بتستخدمي كميه بسيطه، انت بتستخدمي كريم بقاله سنه عندك. مع الكريم اللي بقاله سنه ده زي ما قلنا خلاص، حتى لو صلاحيته اللي على العلبه مظبوطه هو صلاحيته انتهت. زي ما قلنا الصلاحيه تقريها ازاي او تعرفي صلاحيه العلبه ازاي. كده انا شرحت لك كل الحاجات او المكونات اللي موجوده على العلبه من بره، عشان تعرفي تستخدمي وتختاري وتعرفي كل الكلمات او كل الحاجات اللي مكتوبه على العلبه من بره. يا ريت لما تشوف الفيديو للاخر بس علقيه لي بكلمه تم، عشان اعرف انك شفت الفيديو للاخر. لا، يشوف الفيديو للاخر يا جماعه مش هيحتاج يسال عن حاجه تانية، يعني خلاص انا قلت كل حاجه. لو انت عندك نوع معين بتستخدميه وعايزه تساليني عنه ان كان حلو او وحش، او الفيدباك بتاعته الريفيوز بتاعته، ممكن اساعدك فيه. بس لو انت فعلا شفت الفيديو للاخر مش هتحتاجي تسالي عن حاجه تانية. بس وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا جماعه اعملوا شير للفيديو، اعملوا شير للفيديو، في ناس محتاجه فعلا الفيديوهات اللي زي كده. واعملوا شير عشان تكبروا الصفحه بتكبر ليكم وبيكم. بس ولو حد محتاج اي حاجه يكتبها لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.